التارجت في عالم البيزنس كائن اسطوري متخفي وبيتلون وبيتحور وبيختلف من كل وقت ومن كل مكان، يظهر في ايام الشغل ويختفي في الاجازات. التارجت في الاجتماعات مع مديرك حاجه مهمه، ومع زمايلك حاجه تانية خالص. واضح كده ان التارجت ده انواع. التارجت السهل تارجت تجيبه وانت نايم تحت اللحاف. ايه رايك يا شباب نريح ونطلب دليفري؟ وده حاله نادره مش بيحصل كتير الا في 3 حالات: المدير جديد ولسه مش فاهم اللعبه، موظف جديد ومش عايزينه ياخد في وشه من اولها، الراجل ده عبيط قوي، او موظف شايل الطين وعايش اخر ايامه في الشركه. في بقى الرياليستيك تارجت واقعي بتاع مدير فاهم شغله كويس، ما عندوش ضغوط كتير والدنيا ماشيه حلو في الشغل. ببساطه هو تارجت اعمل اللي عليك تلاقي نفسك جايب. في التارجت الستريتش، هنا بقى الدنيا ماشيه بالزق. انا على اخري اصحى يا نجم محتاجين شويه عرق. الجو زمن ليه؟ ده انا جسمي بينز عرق. التارجت ده محتاجك تجري شويه عشان تجيبه، بس يتجاب. هو احنا بنجري ليه كده؟ مش احنا اللي بنجري، ده النحس طاير. ده بالمناسبه احسن نوع تارجت لانه بيخليك تشد نفسك. لحد دلوقتي الدنيا معقوله. ندخل بقى على الليفل التاني، تارجت الخيال العلمي. نوعين من المديرين بيعملوا النوع ده: مدير فلتت منه الامور وعايز يلبس اللي تحتيه الفشل، شايف ان رفع التارجت يعني تحفيز الفريق، والنتيجه الفريق هيهرب منه. ارفدني ابوس ايدك ادي فاشل، ارفدني وخلصني. تارجت الخيال العلمي ده ما يقدرش يتعامل معاه غير الكائنات الفضائيه او حد عنده ايمان بالمعجزات. فعلا ما حدش بياكلها بالساهل.